اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد، وروتيننا النهارده قوي. روتيننا كله بقى في المطبخ، هنجهز الغدا مع بعض وهنغسل المواعين. يعني روتيننا جامد جدا. لو بتشوفوني اول مره، طبعا انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. يشرفني اشتراككم في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد من القناه. بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بقى الفيديو بتاعنا ونشوف روتيننا النهارده ازاي. اول حاجه هنعملها يا بنات، كنت نقع فول مدشوش. هعمل طعميه، لان انا ما بحبش الطعميه اللي بره خالص، ما بحبش اكلها. بحب الطعميه البيتي طبعا، والطعميه البيتي مفيش اسهل منها واجمل منها. الناس بقى اللي هي بتقول بتفك منها، او الطعميه اول ما بتتقلي كده بتروح فكه من بعض، هقولك بقى ايه السبب اللي بيخلي الطعميه تفك منك. بنعمل بقى الطعميه ازاي وتطلع مظبوطه معايا وما تفكش مني. اول حاجه كده بجيب الفول المدشوش، بغسله كويس مره واتنين وتلاته، وبعد كده بنقعه. النقع بتاعه ما يكونش كتير، يعني ما اسيبش الفول يتنقع كتير، عشان انا مش عايزه الفول يبقى بايش. الفول لو اتنقع كتير هيبوش منك، هو ده اللي بيخلي الطعميه تفك. تمام. دي اول حاجه. الحاجه التانية بقى اللي بتخلي الطعميه تفك، وهي الخضره لما تكون كتير. لان الخضره لما تكون كتير، الخضره طبعا فيها كميه سوائل، ولما بتبتدي بقى الخضره تتفرم مع الطعميه بتنزل السوائل بتاعتها. دي بقى كميه سوائل مع ايه؟ مع الطعميه، فهتخليها طبعا تفك مني في الزيت. نيجي بقى نفرم الطعميه. قبل ما افرم الطعميه حطيت بصلايه كبيره كده او بصلتين صغيرين. عندك بصل اخضر كمان بيديها طعم تحفه. وحطيت بقى الخضره، ومعلقه من الثوم المفروم. لو ما عندكيش ثوم مفروم، فصوص ثوم الموجود عندك مشي بيه. مش هضيف ملح خالص هنا، هضيف كزبره ناشفه وكمون، لان الملح بيخليها تسود، وانا لسه هحطها في الفريزر. يعني انا ايه، بجيب اكياس تلاجة كده، بحط كميه واحطها في الفريزر. جميله جدا طبعا في الفطار. كل ما تعوزي بقى الفطار للعشاء تطلعي بقى الكيس يفك واقلي، وهتاكلي احلى طعميه. الملح طبعا هنضيفه لما نيجي ايه نقلي الطعميه. تمام يا بنات، خلصت بقى الطعميه، ونيجي بقى نجهز الغدا بتاعنا. هعمل ايه النهارده غدا؟ هعمل كفته رز، بس مش هعملها باللحمه، هعملها بالفراخ. بجد يا بنات، اللي ما عملش كفته الرز بالفراخ يبقى فايته كتير. بجد طعمها بيبقى تحفه جدا. هتاكليها هتحسي نفسك ان انت بتاكلي كفته رز باللحمه. الطعم بتاعها تحفه. بتبقى طعمها كده مسكر، يعني حتى انت وبتقلي كده. طبعا احنا عارفين من عشاق لما نكون بنقلي طبعا كفته، بنعمل كميه زياده عشان هي بتتاكل طبعا قبل ما ننزلها في الصلصه. تمام. بيبقى طعمها جميل جدا، بيبقى طعمها مسكر وتحفه. المهم انا بعملها ازاي. عندي طبعا نص كيلو من الفراخ المفروم، فراخ بانيه مفروم. تمام. عندي بقى خضره، اللي هي بقى كزبره خضراء. مش هاخد كتير، يعني هاخد نص حزمه كده، وهبتدي ان انا افرمها ناعم. وعندي بصلايه كده كبيره مفرومه ناعم. وعندي بقى كوبايه رز، هبتدي ان انا اضيفها حبه حبه كده لحد ما اشوف انا هحتاج كوبايه الرز كلها ولا لا. وفي الاخر فعلا انا احتاجت كوبايه الرز. تمام. ومعلقتين زيت. بعد كده يا بنات هضيف نص معلقه صغيره من الثوم المفروم، وهظبط بقى الملح بتاعها. وبعد كده هنزل بربع معلقه من الكزبره الناشفه، وربع معلقه من الفلفل الاسود. وابتدي بقى اعجن كويس كده. وفي اخر حاجه كده هحط معلقه من الزيت. تمام. سهلة بسيطة، كأنك بتعملي كفتة لحمة نفسها، وبيبقى الطعم كمان أجمل وأحلى. هجيب صينية طبعا، هدهنها زيت كويس، وهبتدي بقى أصبع الكفتة. تصبيحة الكفتة طبعا على حسب ما انت عايزة. أنا ما بحبش الكفتة صغيرة زيادة عن اللزوم. معرفش، أنا ما بحبهاش صغيرة. يعني أنا بحب أعملها كده متوسطة، ولا كبيرة خالص كمان، عشان إيه؟ ما تتكسرش معايا. ولا صغيرة خالص. انا بحب اعملها كده في المتوسط. تمام. خلينا كده في المتوسط. انت بقى عايزه تكبري الكفته، عايزه تصغريها زي ما تحبي. تمام. انا واخده بقى، انا بعمل الكفته كده زي ماما.
ربنا يديها الصحة والعمر يا رب. مش بتحب الكفتة ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، يعني بتعملها في المتوسط، واخداها بقى الكفتة بقى أستاذة فيها زي جدتي. جدتي ربنا يرحمها كانت تعمل كفتة رهيبة، وبقى واخدة التركات بتاعت الكفتة من جدتي، فأنا بقى أخدت التركات من ماما. فهقول لكم حاجة برضو، أنا يعني حتى لما أنا بعملها ما بتبقاش أحلى طبعا من بتاعة ماما. طبعا أكل الأمهات كده ليه طعم ومذاق خاص، والله ليه يعني ريحة وطعم، ربنا يديهم الصحة والعمر يا رب. ليه أكل كده يعني زمن الجميل. الأكل طبعا ورا بيحطوا له توابل زي ما احنا بنحط كتير ولا حاجة، ما بيحطوش غير فلفل أسود وكمون وكزبرة بس، وبيطلع الأكل زي السكر. سبحان الله. يعني الأكل ما شاء الله إيديهم فيها البركة، فمش محتاجين أصلا إن هم يحطوا توابل زي ما احنا بنحط. فربنا يديهم الصحة والعمر يا رب. وكمان في أكلات كده الأمهات بيعملوها، خلاص ان انتي مش هتقدري تاكلي الاكله دي غير من ايد والدتك. مفيش غير، يعني انا عندي ماما بتعمل الزلابيه، ما اكلتش انا ولا هاكل حد بيعمل زلابيه زي ماما. بجد بتبقى رهيبه، طعمها خطير. فما بحاولش حتى لما بجرب ان انا اكل زلابيه اي حد تاني، طبعا ما الطعم ما بيبقى زي طعم ماما. يعني بنات في اكلات كده من ايد الامهات خلاص اتعودتي واتأقلمتي ان انت الطعم ده خلاص ما فيش حد هيعمله غير والدتي. كل واحدة فينا كده متعودة على الحاجة دي. منها المحشي. المحشي ده طبعا انت متعودتي طبعا المحشي ده مش هتاكليه من ايد حد غير من ايد والدتك. هتفضلي الطعم هو. اي محشي هتاكليه عند اي حد بتحسي ان هو عادي، ملهوش كده الميزة او الطعم او المذاق ده ان انت اتعودتي عليه. ربنا يا رب يديهم الصحة والعمر ويديمهم نعمة في حياتنا يا رب. ابتديت بقى الكفتة، بس قبل ما اقلي الكفتة يعني خلصت تصبيع الكفتة، حطيتها ايه حوالي نص ساعة كده، من نص ساعة لربع ساعة كده في التلاجة قبل ما اقليها. بعد كده هبتدي ان انا اقليها، الزيت ما يكونش سخن زياده عن اللزوم، لان انا مش عايزه الكفته تاخد لون من بره وتكون لسه ما استوتش من جوه. تمام. عندي هنا الصلصه بتاعت الكفته اتسبكت، صلصه عاديه طبعا، بصلايه كبيره كده متقطعه على معلقتين سمنه لحد ما اخدت لون ذهبي، وبعد كده نزلت بعصير الطماطم، ونزلت بالتوابل طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد، فلفل اسود وكزبره ناشفه وملح. اتسبكت، بعد كده نزلت حوالي كده بكوبايتين ميه، خليتها تغلي كويس مع بعض. بعد كده يا بنات نزلت بالكفته في الصلصه، وهغطيها واسيبها تغلي لمده ايه يعني من 10 دقايق لربع ساعه. وما تقلقوش خالص الكفته مش هتفك، لان مقدار الرز مظبوط جدا. لو كان مقدار الرز مش مظبوط هو ده اللي بيخلي الكفته تفك في الصلصه. المهم غدانا جاهز كده، وعملت ايه جنب الكفته. طبعا الكفته بصلصه، عايزين رز حبه وحبه، رز بشعريه، رز ابيض زي ما تحبوا. انا عملت طبعا رز بالشعريه، وكانت غدوه زي العسل، ربنا يحفظها كده علينا نعم. الحمد لله اتغدينا ودخلت بقى، كان عندي مواعين ما اقولكوش، مواعين كتير قوي. طبعا طول ما احنا واقفين في المطبخ بيبقى فيه مواعين كتير. المهم ابتديت اول حاجه كده زي ما قلت، ببتدي بالكوبايات الاول. حطيت الكوبايات الاول في الحوض، انا ما بحطش المواعين كلها في الحوض. انا لو كان في كوبايات احط الكوبايات الاول، اغسل بقى الكوبايات الاول، وكان طبعا صواني الشاي ومعالق الشاي في الاول خالص، وبعد كده اجيب المواعين اللي باقيه. تمام. ما بحبش ان الحوض يبقى زحمه زياده عن اللزوم انا وبغسل المواعين. اخلص حاجه اجيب التانية. ما شاء الله بقى على غسيل المواعين في الجو لما يبقى ساقعه. احنا اليومين دول الجو ساقعه. اي نعم لسه الشتاء، طبعا احنا لسه في الخريف، اواخر الخريف كده، ولسه الشتاء ما جاش، ولسه طبعا ما شفناش الشتاء ايه هيبقى. انا طبعا بحب الشتاء، مش هقول لكم ان انا ما بحبش الشتاء. اكتر حاجه بس مش بحبها في الشتاء دور البرد. مشكله ان احنا البيت كله واخد دور برد. يعني المشكله بقى في بنوتي، هي اللي جابت دور البرد. تطلع المدرسه الصبح الجو بيبقى ساقع قوي، فطبعا لازم دور المناعه بتاعتها ضعيفه جدا، فدور البرد ده على طول تقريبا في الشتاء عندها. واحنا عارفين بقى لما بيبقى حد واخد دور برد في البيت، البيت كله لازم يتعدي. المشكلة ان حتى لو انت بتديهم الصبح معاهم جاكيت، ان الجو بعد الظهر حاجة والصبح حاجة. يعني الصبح ساقع قوي، وبعد الظهر يعني الجو بيبقى حلو، فمش محتاج جاكيت. فبيضطروا بقى يقلعوا الجاكيت، يلبسوا الجاكيت، وده مشكلة غلط عليهم ان هما بيكونوا اول دافيانين وبيجوا يقلعوا الجاكيت. فده هو بقى اللي سبب ان هما كل شوية عندهم دور برد. احنا عارفين ان طبعا الاولاد مناعتهم ضعيفة جدا، وانتي تعملي لهم بقى مشروبات ان هما تقوي المناعة، لا 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 مستحيل. يا حبيبتي لا حطي بقى، يعني بصي هقول لكم حاجه. في مره عملت انا عصير الفراوله، رحت حطيت مع عصير الفراوله بنجر، ما اقولكوش بقى اللي حصل.
بجد عرفت ان هو عصير الفراولة فيه بنجر ازاي ما تعرفي، مع اني والله حطيت يعني تقريبا كده يعني مكعبين كده من البنجر. عرفت ازاي ما تعرفيش. انا عايزه يعني المشكله ان احنا بندور دايما ان احنا عايزين نديهم طاقه، عايزين نقوي المناعه بتاعتهم، هما مش مدينك فرصه اصلا. المشكله يا بنات مش في البنجر بس، يعني انا في اكلات كتير هي مش بتاكلها. المشكله انا هقول لكم على ابسط حاجه، المحشي. المحشي لو فيه خضره ما بيتاكلش عندنا، فبضطر ان انا اعمله لينا احنا بخضره وليها هي من غير خضره. لو عامله كفته ولاحظت بس ان هي فيها بصل كده ما تتاكلش. المشكلة الأكلات اللي هي فيها فيتامينات وفي بروتينات وحديد ما بتتاكلش، فهيجيلهم مناعة من فين؟ يعني هاتي كده طبق سبانخ للأولاد كده قولوا لهم كلوه، مستحيل. مستحيل. المشكلة كمان المحشي، أنا أقول لكم بتاكل المحشي كله ما بتاكلش غير محشي البتنجان بس. محشي الكرنب الأولاد كلها بتموت فيه، هي مستحيل إن هي تاكله. يا رب بقى ربنا يهديهم يا رب ويكرمهم يا رب ويديهم الصحة والعمر. وده يا بنات بيكون نهاية الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.